النهارده رموز العناصر. طيب يا مستر، هو انا عندي كام عنصر لغايه دلوقتي؟ حتى وقتنا الحالي 118 عنصر. يعني يا مستر يا نهار ابيض هحفظ رموز 118 عنصر؟ لا، مش هنوصل للدرجه دي يعني، بس مع مرور الزمن هتعرفهم. تمام؟ صلى على الرسول. طيب انا عاوز بقى اشوف الرموز بتتكتب ازاي؟ هي لها قواعد ولا ايه؟ لا، احنا بتوع الكيمياء منظمين، اي حاجه عندنا له قواعد. اول حاجه الرمز يمثل ذره واحده. خلاص، افرض عندي ذرتين، لا هنحط الرمز وبعديه رقم، يبقى عندي الرمز بيمثل كام ذره؟ ذره واحده. طب افرض عندي ذرتين، انا فاكر الفيديو اللي فات كنت كاتب لي كربونات الكالسيوم، صح؟ وكنا كاتبين جنب الاكسجين 3، يبقى ال 3 ده معناه ان الاو اللي هو الاكسجين 3 ذرات. طيب الرمز اللي انا جايبه بقى جايبه من يبقى اختصار اسم العنصر بكتابه اول حرف منه من انهي لغه؟ اللغه اللاتينيه، ويكون ايه؟ كابيتال. خلاص تمام، كلنا عارفين الكابيتال والسمول. تاني حاجه هناك بعض العناصر يتكون من حرفين. طب ليه من حرفين؟ عشان لقوا ان عنصر اوله حرف وعنصر تاني اوله نفس الحرف، قالوا هناخدوا حرفين، حرف الاول كابيتال والحرف الاخر سمول، يبقى انا عندي رموز بتتكون من حرف ورموز بتتكون من حرفين. طيب يبقى اول حاجه الرمز يعبر عن ذره مفرده، اختصار جاي من اللغه اللاتينيه، باخد اول حرف من اللغه اللاتينيه ويتكتب كابيتال. طب افرض عناصر متشابهه في الحرف الاول باللاتيني، هناخده حرفين، يعني مثلا الكربون اوله سي، خلاص؟ طب الكالسيوم اوله سي، طب النحاس اوله سي لاتيني، خلاص؟ طب الكلور اوله سي، كلهم يبدأون بالحرف سي. طب لو خليت سي فقط هيبقى هو كالسيوم ولا نحاس؟ فالعلماء قالوا ايه؟ طالما متشابهين في الحرف الاول هنعمل حرف تاني، بس بشرط يكون الحرف الاول كابيتال والحرف التاني سمول.